السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. هنعمل النهاردة الرقاق الصعيدي، فتة الرقاق الصعيدي. طعم خطير خطير خطير، جربيها وهتعرفي الطعم عامل ازاي. طبعا احنا هنا بنسلق الفراخ، سواء بتسلقي فراخ او لحمة او ايا كان. احنا عملنا قبل كده طريقة الشوربة، بتبقى حمرا كده ازاي وبتبقى جميلة وطعمها حلو. فانا مش عايزة اطول عليكم الفيديو عشان احنا عملناها قبل كده مع بعض. فانا حطيت الفراخ تتسلق، وبعدين هجيب بصلتين حلوين كده كبار، واحط زيت او زبدة وزيت، واقلب في البصلة، واحط ملح وفلفل، وهنفضل نقلب في البصلة. نهدي عليها، ما نخليش النار عالية قوي عليها. قلبي فيها كده لغاية ما تبصي لونها يبقى بني كده، وجربيها هتعجبك قوي. تبقي مثلا كتير جايبه رقاق او بتعملي بيه صينيه او اي حاجه فبيفيد منه المكسر، اعمليها بالطريقه الحلوه دي هتعجبك قوي. خلاص البصله لونها غمق كده، بقت بني، وهنحط عليها الطماطم اللي احنا عصرينها. البصله بتاعتها بنخليها تغمق شويه، مش زي اللي بنعملها للطبيخ والكلام ده كله، بنعملها ني في ني او بندبلها. اتسبكت الطماطم خالص، وبنضيف عليها الشوربه. بعد ما اتسبكت خالص كده، والفراخ بتاعتنا كمان استوت، فبنحط شوربة على البصلة بالطماطم اللي هم خلاص اتسبكوا في بعض. بنزود شوربة على قد ما هي هتسقي معانا الرقاق. طريقة حلوة قوي وسهلة. وفي تركاية هنا بقى، الفراخ استوت وطلعناها من الشوربة، بعدين هنحطها هنا. ممكن تخليها يعني تستوي في الشوربة، تبقى ناقصة حاجة بسيطة قوي قوي، ما تهريهاش يعني، فتكمل في التخديعة دي. سواء لحمة او فراخ، على فكرة بتعمليها وعملت التركاية دي، والله الطعم بيروح في حتة تانية، بيبقى روعة روعة روعة. جربيها. ولو مش عندك رقاق وعايزه تعملي الخلطه دي وتحطي فيها الفراخ واللحمه عادي، لو كمان بتاعه الخضار بتعمليها قبل ما تحطي فيها الخضار، حطي فيها الفراخ او اللحمه، تاخد لها غاليه كده فيها قبل ما تحطي فيها الخضار. التسبيكه بتاعه الخضار هتبقى حلوه قوي حتى لو انت مش محمرها بالشكل ده. ده عندي بقيه الرقاق اهو المتكسر، وهزيته بالمنخل عشان الدقيق اللي فيه، وحطيته في صينيه، وسقيت بيه الشوربه، البصله والقوطه اللي انا عاملاهم وتسبكوا، وبعدين حطيت عليهم شوربه حلوه كده جميله، وسقيت عليهم على الرقاق، حطيتهم على الرقاق. بيبقى طعمها حلو قوي قوي قوي، وسهله وبسيطه. وعملنا جنبهم كمان حبه ملوخيه خضراء، والفراخ دخلناها الفرن، طلعناها من التخديعه دي، حطيناها في الفرن من غير ما اضيف عليها قوطه او اي حاجه ولا صلصه. شايفين لونها بقى عامل ازاي؟ وصفه سهله وبسيطه. يا رب يكون عجبتكم حبايبي. شكرا والسلام عليكم.